السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير جميعا. النهاردة ان شاء الله هعمل معاكم اسرع واوفر مكرونة نجرسكو ممكن تعملوها. زي ما انتم شايفين كده، انا حطيت حلة على النار، غليت فيها مية، حطيت فيها كيسين المكرونة وحطيت شوية ملح، وزودت المية شوية لان المية كانت قليلة. بس جبت بقى طاسة، سبت المكرونة بقى على جنب كده تستوي براحتها. حطيت طاسة على النار، هحط فيها معلقتين من الزبدة واحط معاهم شوية زيت صغيرين. بس كده بقى هسيب الزبدة لما تسيح خالص وتسخن كده هي والزيت. جايبة بقى بانيه مقطعاه قطع صغيرة، طبعا غسلاه الأول ومصفياه من ميته، وقطعته قطع صغيرة قوي زي ما انتم شايفين كده، واحطه بقى على الزبدة بالزيت اللي انا مسخناهم. هفضل اقلب فيه كده ياخد صدمة كده لغاية ما احس ان لونه ابتدى يغير. طبعا انا حطاه على نار عالية، مش موطية النار عشان ما ينزلش المية السوائل اللي فيه. بقلب برضو المكرونة. بحب لما اشتغل كده كله مع بعضه عشان انجز واخلص الاكل بسرعة، ما بياخدش بصراحة وقت، ببقى شغالة في كل حاجة مع بعضها. بقلب بقى البانيه زي ما انتم شايفين كده، ابتدى لونه يغير معايا اهو. بقلبه كده من وقت للتاني لغاية ما احس بقى ان هو كله خلاص غير لونه. شوية فلفل اسود بقى كده واحطهم على البانيه، مقطعة بصلاية كده زي ما انتم شايفين، مقطعة فلفل الوان. بس انا هاخد البصلاية الاول. بفضل اقلبه بقى كده لغايه ما احس ان البصلايه دبلت وابتدت لونها يدبل كده، ما تبقاش ناشفه. بس كده يا حبايبي زي ما انتم شايفين كده المكرونه بتستوي، البانيه على النار. انتهز الفرصه بقى كده على بال ما البصلايه بتاعتنا كده تدبل، هروح جايبه برضو طاسه تانية وحطاها على النار. ابتدي اعمل صوص البشاميل بتاعي. معايا كيلو من اللبن، هحط عليه 4 معالق دقيق، وانا هزود شويه ميه على اللبن. يعني مش هعمله كله بلبن صافي، يعني هو المفروض ب2 كيلو لبن، بس هي طبعا عشان هي ايه موفرة وحاجة سريعة كده، يعني اتحطينا في موقف ان انا لازم اعملها بسرعة، فاشتغلت على قد الحاجة اللي عندي. بقلب بقى الدقيق، حطيت معلقة من الزبدة، بدوب الدقيق خالص بقى زي ما انتوا شايفين كده كله على البارد، لسه انا مولعتش. هنا اهو زودت حبة مية على الكيلو اللبن اللي انا حطاه. معايا الفراخ على النار اهي، معايا الصوص البشاميل اللي بيتعمل، المكرونه بتستوي، كله كده حاجه في السريعه ما خدتش مننا وقت خالص، وكانت احلى مكرونه. هنا كنت حطيت الفلفل الالوان بقى خلاص. بحط مكعب ماجي طبعا على البشاميل وعلى الفراخ، وطبعا الماجي ده دايما بيبقى اختياري، مش عايزه تحطي مكعب الماجي ما تحطهوش، بس هو فعلا بيدي طعم حلو قوي. بس كده عملنا صوص البشاميل اهو على النار، طبعا ايدي فيه على طول بقلبه. والفراخ بتاعتي خلاص اهي، المكرونه كانت استوت وصفيتها في المصفى زي ما انتم شايفين كده. بظبط بقى الملح والفلفل الاسود بتاعي. هنا ده الفراخ بقى زي ما انتم شايفين كده خلاص، الخلطه بتاعت النجريسكو، بظبط الملح لقيتها عايزه محتاجه شويه ملح. ظبطت الحياء بتاعي زي ما انتم شايفين. اخر حاجه بقى خلاص ببقى خلاص طفيت النار، هحط اخر حاجة معايا الزيتون الاسود زي ما انتم شايفين كده، زيتون مخلي. ممكن تحطي زيتون اخضر، زيتون اسود، بس انا برضو اشتغلت بالحاجة الموجودة عندي.
بس هنا كنت طفيت بقى خلاص، الحاجة بتاعتي كلها استوت. ادي المكرونة، انا طبعا ما غسلتهاش زي ما انتم شايفين لان انا عايزة الحاجة كلها سخنة، لان انا مش هدخلها الفرن، هي حاجة سريعة كده وفي الانجاز يعني. هحط بقى الخلطة بتاعتي كلها كده بتاعت الفراخ اللي احنا عاملينها. حطيت المكرونة وحطيت الخلطة بتاعت البانيه. بس كده بقى البشاميل خلاص، بصوا زي ما انتوا شايفين بيغلي اهو ولف معايا كده زي ما انتوا شايفين. انا عايزاه خفيف مش عايزاه تقيل. همسك بقى البشاميل بتاعي بقى كده واروح حطاه على الخلطة الجميلة ديت. انا هحط كل الحاجة سخنة كده على بعض. بصوا المنظر، واو واو واو، بصراحة كانت فظيعة جدا. دخلتش الفرن، حاجة سريعة في الإنجاز. هقلبها بقى كلها تقليبة حلوة، مظبطة الملح بتاعها، مظبطة صوص البشاميل زي ما انتوا شايفين كده خفيف، حاجة سريعة وكله مستوي وما دخلش الفرن خلاص. وده بقى كان نهاية الفيديو بتاعي، يا رب يكون عجبكم، يا رب ما كنتش طولت عليكم. ولو عجبكم الفيديو ما تنسونيش بالسبسكرايب والكومنت الحلو بتاعكم واللايك الحلو بتاعكم، وطبعا رأيكم يهمني. هستنى رأيكم في التعليقات. ايه رأيكم في المكرونة السريعة ديت؟ طعم وشكل بصراحة يعني مفيش بعد كده. اشوفكم في فيديو جديد يا حبايبي، باي باي.